يوم بعد يوم نتأكد، ويتأكد ملايين الجزائريين وملايين حتى المتابعين العرب والمغاربة وكذا أنه نقطة ضعف وفشل منظومة حكم الجزائر منذ 2020 جونفي 2020 إلى اليوم نقطة ضعف وشماعة فشل منظومة حكم 2020 إلى اليوم، يعني منظومة حكم الرئيس تبون العهدة الأولى والعهدة الثانية، هو قطاع الإعلام. قطاع الإعلام هو النقطة السوداء، هو حجر العثرة اللي يبين عيوب كل المنظومة ولا يستطيع أن يبرز محاسن وهي موجودة. هذه المنظومة الفاشلة، نعم منظومة فاشلة، عكس منظومة الراحل بوتفليقة اللي كانت المنظومة الإعلامية فيها يعني آلة إعلامية قوية، لأن الرئيس الراحل بوتفليقة رجل محنك، سياسي محنك، ويعرف كيف يتعامل مع الإعلام، واعتمد بشكل كبير على الإعلام، بالرغم من أنه في الفترة اللي كان فيها بوتفليقة لم يكن للإعلام دور إلا في العهدة الثالثة أو الرابعة. يعني الإعلام في الجزائر المستقل والتكنولوجيا التواصل، الإعلام التواصل الاجتماعي بدأت تظهر يعني منذ من 2011 2012 تمهيدا للعهدة الرابعة، ولكن الراحل بوتفليقة كان داهية نعم، واستطاع أن يسيطر على الوضع العام ويجنب الجزائر ربيع عربي ومشاكل من خلال فتح الإعلام. لأنه فتح الإعلام في 2012 بوتفليقة اتخذ قرار بفتح الإعلام على مصراعيه، سواء الإعلام الإلكتروني أو القنوات الفضائية اللي كانت عبارة عن مكاتب فقط، اللي بدأت الشروق والنهار وبدأت يعني بإمكانيات بسيطة جدا، ولكن بسقف حرية مرتفع جدا. هذه الإدارة القوية والحنكة والدهاء في إدارة المشهد الإعلامي جنبت الجزائر ولايات كبيرة، وجنبت منظومة حكم بوتفليقة السقوط والانهيار الدخول إلى مزبلة التاريخ. لأنه لولا دهاء بوتفليقة في 2012 الجزائر كانت مرشحة لفوضى عارمة نتيجة مخطط معروف. نتذكر كلنا تهديد وزير الخارجية القطري للمرحوم مدلسي اللي قال له شد فمك الدور القادم عليكم. إذا كان الرئيس تبون انساء نقول له ما ننساوش، التاريخ محفوظ، تاريخ مسجل. في اجتماع جامعة الدول العربية، اجتماع وزراء الخارجية العرب على هامش جامعة الدول العربية، حمد بن جاسم وزير الخارجية السابق القطري هدد بصريح العبارة وزير الخارجية الجزائري المرحوم مراد مدلسي، وقال له شد فمك الدور القادم عليكم. لأنه مدلسي والدبلوماسية الجزائرية طبعا كانت تدافع على المؤامرة التي كانت وما زالت تستهدف سوريا. لما مدلسي دافع على موقف الجزائر بخصوص سوريا قال له الدور القادم عليكم، شدوا فمكم كملوا مع السوريين وجوكم. لكن دهاء بوتفليقة جنب البلاد من خلال إجراءات وقرارات استباقية، أهمها فتح المجال الإعلامي، فتح الإعلام على مصراعيه. وهذا الأمر وهذا القرار الشجاع والقوي والذكي جدا امتص غضب الشارع، وأعطى هامش من الحرية للجزائريين أنهم يعبروا وأنهم يتكلموا وأنهم يتابعوا ما يحدث في العالم العربي، وخاصة ما يسمى دول ثورات الربيع. إذن الإعلام هو النقطة السوداء نعم في منظومة الرئيس تبون. والآن للأسف الشديد الرئيس تبون أمامه بالنسبة لي هو حلين لا ثالث لهما: إما أنك تكون معايا وتصفق لفشلي ولأخطائي ولديكتاتوريتي الغبية ولمحيطي الفاشل الفاسد، ونرضى عليك وندير لك إمضاء تمضي على تعهد أنك ما تزيدش تحل فمك وأنك كذا وأنك كذا، ونسمح لك نغفر لك ذنوبك وكأنه رب العالمين، أو نحاربك بكل الوسائل
ونخونك ونرجعك عميل وخائن وفاسد ومجرم ومرتزق كل الصفات المذمومة. يا إما تمضي على تعهد وتبلع فمك وتمشي الحياة الحياة وتطلب مني إذن، حتى وإن كنت صحفي تملك ملف فساد على وزير أو على والي أو على أي مسؤول، عندك ملف فساد لازم تطلب الإذن مني، مثل ما يفعل هابت حناشي الكيوت المتربي ناس ملاح اللي ماشي الحياة الحياة اللي ينفض القبار على سياده، وتجي تقول لي يا سي تبون يا أخي عندي ملف تاع فساد على وزير ننشره، ما عنديش مشكل، نقول لك انشر، إذا قلت ما تنشروش ما تنشروش. تبون يريد هذا النوع من المتملقين، من الصحفيين المنبطحين المهرولين الشياتين الساقطين. إذا كنت صحفي حر وتدافع عن المصلحة العليا للوطن ولا تدافع عن الأشخاص وتدافع عن الدولة لا تدافع عن السلطة، أنت عميل وخائن وخارج من الملة. يعني بقات فقط يشوفوا إمام مرتزق من الأئمة المرتزقة ويقول هؤلاء الذين يعارضون الحاكم كفرة، يكفروا الناس. هذا وشقة راهم يقولوا هذوك المداخلة يقول لك طاعة الحاكم وكذا وكذا، لكن مازال ما خرجوناش فتوى يقول لك هؤلاء كفرة يدخلوا جهنم. أي واحد يعارض فخامة الزعيم فهو كافر إلى جهنم وبئس المصير. هذا وش رانا رايحين ننتظروا في قادم الأشهر والأسابيع، ممكن قادم الأيام، ممكن حتى بعد أيام نسمعوا هذا الخبر.